هننسى ماضي وهنعمله بأحلى طريقة. يلا اللي عايزة تعمل ممبار تتابع معايا الفيديو. أنا شيماء، لو أول مرة تشوفيني لايك وسبسكرايب. هنحط زيت على النار، هننزل عليه ببصلاية كبيرة وفلفل رومي مفروم، ممكن نضيف فلفل حامي وممكن لا، حسب الرغبة. هنقلبه، احنا هنا مش عاوزينه يتسبك قوي، عايزينه ني في ني. هننزل عليه بصوص طماطم وصلصة طماطم، الصلصة جاهزة او عادي اللي احنا عاملينها في البيت. انا هنا نزلت بصلصة الفلفل الاحمر. هبقى انزل لكم الفيديو بتاعها. هنحط ملح ونقلب الخلطة، قلنا مش هنسيبها كتير على النار. هننزل بالرز ونقلب كده، الخلطة عندنا بقت جاهزة. هنزل عليها بالتوابل بتاعتنا اللي هتخلي طعم الرز حكاية. هكتب لكم هنا التوابل. هنقلب وبس كده. هننزل بالخضرة بتاعتنا، طبعا لو عندك خضرة فريش او خضرة من الفريزر، وهقول لكم برضو ازاي نشيل الخضرة في الفريزر بأطول وقت وتبقى زي الطازة بالظبط. طريقة الممبار سهلة وبسيطة، اي حد يقدر يعمله في البيت، مش معقدة ولا حاجة. برضو هبقى اعمل لكم فيديو ازاي تنضفوه باسهل طريقة. هنا هنحشيه بطريقة سهلة وبسيطة. في صينية هنحط كمية رز، يعني مش كبيرة قوي، على قد اللي هنحشيه، وهنحشي بيها الممبار. هنا الحشو سهل جدا وبسيط، تقدري تحشي كمية كبيرة في اقل وقت. في الوقت اللي احنا بنحشي فيه الممبار هنجهز مية على النار تغلي لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا. المية اللي بتغلي دي هننزل فيها بملح والتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا اللي هننزل فيها بالمية علشان تحلي طعم الشوربة هي ورق لورا وحبهان ويعود قرفة، ده بيخلي الشوربة خطيرة، ورشة من التوابل السبع بهارات وقرنفل. بنسيبه يستوي على نار عالية الأول، ياخد غلوتين وبعدين بنهدي النار. ما بياخدش على النار أكتر من ساعة إلا ربع يا جماعة، من نص ساعة لساعة إلا ربع، وبيبقى جاهز عندك. وبالهنا والشفا.